مريض الاكتئاب هو اصعب من مريض السرطان. تعرف ان اغلب المكتئبين اللي حواليك هم ما يعرفوش اي حاجه عن الاكتئاب؟ انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم الثلاث. خلينا ابدا لك بفيديو صادم عن الناس المكتئبين واوري لك المكتئبين بيبقى شكلهم عامل ايه بجد. I didn't have any worries, but I didn't know what to do. I had nothing to do. I mean, nothing interested me, you know. هل انت او حد من اللي انت عارفهم شبه ده؟ بشكل كبير لا، بل احنا استسهلنا كلمه اكتئاب. المكتئب ده واحد بيحس ان هو worthless، ملوش لازمه، ملوش قيمه في الحياه، حاسس دايما بالعار، حاسس ان هو نفسه مش حلو، نوم، صحيان، اكل، شرب، كل ده مضروب بالجزمه، مفيش اي حاجه فيهم سلوكها سليم. شغله بطل يروحه من مده كبيره، لو بيدرس فهو غالبا بطل يروح الكليه او المدرسه. شعور ان كل نفس انت بتاخده هو بيبقى عباره عن الم جديد داخل ومش بيخرج. اهله، حبايبه، واصدقائه، هو فاقد التواصل معاهم ومش عارف ان هو يتواصل، مش قادر ان هو يتواصل. احساس ان انت محشور في حفره ملهاش مخرج، وعجز قدام سؤال وايه الحل او ايه اللي ممكن يساعدك، لانه ليترلي بيكون مفيش. مريض الاكتئاب يا ولدي هو شخص مش قادر ان هو يطلع. مريض الاكتئاب مش حابب حالة الحزن وبيقول على نفسه انا مكتئب، وبيطلع على النت يقول انا مكتئب. مريض الاكتئاب هو نفسه يخرج من اللي هو فيه ومش عارف. احساس بالعجز معرفش قد تكون مريت بيه في حياتك ولا لا، بس ربنا ما يوريهولك ولا يوريه لاي حد، لانه هو ببساطه ما يعرفش هو فيه ايه، بل يمكن اصلا بشكل كبير ما يعرفش ان هو مكتئب. هو فاكر ان ده الطبيعي. شفت كل الاعراض دي علشان اصلا تتصنف اكتئاب، لو هي مثلا بتجيلك عشان تتصنف اكتئاب لازم على الاقل تكون مريت بيها ب 14 يوم متواصلين. 14 يوم انت عايش في ده ولسه مكمل معاك علشان يقدر الدكتور يقول ان هو اكتئاب. حتى مش انا اللي اقول، وانت بتروح لدكتور بعد كده يقول لك. على عكس تماما يا ولدي الحزن اللي انا وانت وكلنا بنمر بيه هو حزن طبيعي جدا 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 يحدث في اليوم. ان انت تفقد الشغف، ان انت تحس ان انت مش عايز تروح الشغل النهارده، ان انت حاسس ان انت مش عايز تنزل مع اصحابك. كل ده ما دام بيحصل يومين ثلاثه ويروح، يوم ويروح، اسبوع ويروح، ما دام انت الحاجات دي ما اثرتش على حياتك اليوميه وحياتك العمليه، لو انت لقيت نفسك لسه بتروح الشغل ولسه قادر ان انت تتواصل مع اهلك وتتواصل مع اصحابك، فانت كده تمام. انما المكتئب هو يا عيني مش قادر اصلا ان هو يعمل كل ده. شغله اللي هو من غيره ممكن يروح في داهيه، هو مش قادر يروح. انت متخيل واصل لفين؟ واتذكر حد قالها لي وهو خدوها سري، يعني دكتور نفسي كان بيقول ان مريض الاكتئاب هو اصعب من مريض السرطان. مريض السرطان ممكن يجي عليه وقت بعد جرعات معينه هو قادر ان هو يروح شغله وينزل ويطلع ويمارس حياته العاديه. مريض الاكتئاب هو ممكن ما يكونش عنده حاجه في جسمه بس مش قادر ان هو يعمل اللي بيعمله مريض السرطان. فانت شايف يعني ايه اكتئاب، عارف يعني ايه اكتئاب، فبلاش بلاش بلاش نستخدم كلمه اكتئاب. كلمة وقحها وحش على المكتئب. ناس دلوقتي بتصدق ان الاكتئاب مرض سهل ومش سهل، ده كارثة. انا وانت ناس حزانة عادي، بنحزن بس مش مكتئبين. الاكتئاب الحقيقي هو اللي بيموت اكتر من 800 ألف بني ادم سنويا منتحرين. وخلينا ننهي كلامنا من الاخر، الاكتئاب والمرض النفسي هو شيء صعب، مش اي واحد بيعملوا اي حاجه بنروح لطشين عليه 3 حروف بي بي دي وبي دي سي والحاجات دي. ان المريض الحقيقي هو شخص بيعاني وانت من بره قاعد تتريق عليه بس. وربنا يوفقنا ويوفقكم ويبعد عننا الاكتئاب ويقلل اسعار الدكاتره النفسيين. اعمل بقى الحاجات اللي انت بتعملها، لايك البتاع ده. ديسكليمر، انا خلاني البس الجلابيه تاني. مش كل الاكتئاب بيكون بالطريقه دي، يعني في اكتئاب فعلا البني ادم نفسه بيكون قادر ان هو يمارس حياته العاديه بس هو عنده اكتئاب. لكن الافضل والعلاج الافضل ان احنا نكشف، ان احنا نروح لدكاتره، مش ان احنا نشخص نفسنا ولا ان احنا نطلع نتكلم على السوشيال ميديا، لان لا ده هينفع ولا ده هينفع، الاثنين بيودونا في داهيه. بس واتمنى لاي حد مريض اكتئاب او اي مرض نفسي ان هو يبقى كويس يوم من الايام، لان اكيد هي مش هتبقى كده، تبقى مصيبه.